كل يوم عندي خبز شباب، كل يوم عندي خبز خفيف، خبز خفيف وحمر وبنين اللي ما راح تشبعي منه، وفي وقفة ديريه، لا دلك لا عجن لا والو، دقيقة وانتي رونتيه ونقولوا بسم الله. بسم الله على الوصفة. عندنا ملعقة خميرة الخبز، ملعقة سكر، 2 ملاعق فرينة، وعندنا كاس ماء دافي، وهنا ربع كاس زيت، وملعقة تاع خل ابيض ولا خل عادي. هنا خلطهم نخليهم يتفاعلوا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق على حسب درجة الحرارة، تلقاوهم ليه يتفاعلوا. ومن بعد نجيب 2 كيسان تاع فرينة وملعقة ملح، خلطهم راكم تشوفوا جبت كاس ثالث مش معمر، ونشوف الا شربت لي الفرينة نزيد، الا ما شربتليش يعني الكاس الثالث ضيفوه تدريجيا باش ما تجيكمش العجينه يابسه، خاطر احنا ما نحتاجوش العجينه يابسه، نحتاجوها طريه تلاصق في اليد. هذا شوفوا هذا الخبز ما يتعجن ما يتدلك، يعني غير هكا كي نقول لك 5 دقائق بعد ما يتفاعل الخميره تتفاعل سي بون كوني كملتيه. بعد ما درت الفرينه تاعي نبقى نخبط فيه غير 1 دقيقه برك كيما هكا. شفتوا مازال يحتاج فرينه، زدت له شويه يعني تقريبا واحد الملعقه كبيره ولا ملعقه ونص. كي نشوفوا القوام تاعو ولا مليح، يعني ماشي يتلاصق حتى يشيبنا وماشي يابس كيما راكم تشوفوا هنايا. راني مسرعه الفيديو، ما تقولوش باللي الدليل الوقت، لا لا لا، غير لميتو شويه كيما هكا، خبطته غير شويه، دخلت له الهواء كيما هكا وصاي، يعني اخف منه او اسهل منه هذا الخبز ماكش راح تلقاي. نغطيه خليه يخمر مليح، يعني ندير في بلاصه تكون دافيه، درك راه بدا البرده، خلوه يخمر مليح كيما هكا، ونجيب شويه زيت باش نقدر نخدم به، ونجيب السميد انايا درت الرطب، نجيب شوفوا العجينه تلقاوها خفيفه كيما تاع السفنج، وديروا دايره فقاعات هذوك. نجي نقطع الخبزات تاعي، انا درتهم شويه صغار، تبغوا ديروهم كبار ديروا 2 خبزات، يعني هذه الكميه ما تقطعلكش بزاف، هذه الكميه انا قطعت لي 4 متوسطين يعني شويه صغار. اوكي، المهم الا بغيتي ديريهم كبار ديري 2 كيما شفتوا راه كاس ما برك، نرمضهم في السميد مليح مليح كيما هكا باش يساعدوني في كي نجي نخبزهم. المهم نجيب السنيوه، نجي ندير فيها بابي كويسون ونخبزهم كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا ما تخبزوهمش بزاف باش ما يجيكمش رقيق بزاف، خاطر هذا الخبز ماهوش حيتنفخ، ما يجيش الخبز المنفوخ الفارغ من الداخل، لا لا هذا ماهوش فارغ. شوفوا كيفاش الله يبارك كي خمرت، كيفاش دايره هذوك قبل ما تخمر دايره هذوك الفقاعات. هنايا قبل ما نخليهم يخمروا نجيب شويه ماء شويه ملح وشويه زيت هذاك اللي بقى لنا، وندهن بهم الخبزات تاوعي باش يعطينا ديك اللون الاحمر الشباب. الا عندكم قرعه هذيك البخاخه رشوا بها، والا كما كانش عندكم كيما انا درت غير بالبانسو ودهنتهم. هنايا نخليهم يخمروا ونروح نسخن الفرن على 200 درجه، غير من التحت ماشي من التحت ومن الفوق، غير من التحت، وندخلهم يطيبوا. كي نشوفها طابت من التحت نشعل لها من الفوق تحمر كيما هكا. صدقوني عبالكم واحد الخبز خفيف 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 خفيف، على بالي بلي ولادكم ولا ازواجكم راح يهبلوا عليه، راح يجيكم بزاف هايل. شوفوا لي كيفاش ابيض الله يبارك وخفيف واحمر من كل جهه. هذه وصفتنا تاع اليوم، تلقى في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.